السلام عليكم. تعالوا كده ان شاء الله النهارده معرض لحضراتكم مجموعة من الحمام للبيع. المجموعة كلها ممتازة، وكمان هقول الاسعار للناس اللي دايما بتحب تعرف الاسعار. اول جوز معانا النهارده جوز من الحمام الكينج، وطبعا الكينج يا جماعة بيكون مستويات وبيكون انواع. في كينج بيكون خليط، في كينج بيكون استيراد، في كينج بيكون شعبي، في كينج بيكون بيور، على حسب الكينج اللي موجود عندك وعلى حسب امكانياته، على حسب هو شغال بيأكل طبيعي او لأ. الزغاليل ديت ولاد كينج، والكينج اللي عندي ما شاء الله كله كينج كويس الحمد لله بفضل ربنا. التأكيل عندي برضو تأكيل أهالي من أول يوم لحد ما الزغاليل بتعتمد على نفسها. أنا برضو مش من الناس اللي بفطم أبدا عندي الزغاليل، بسيب عندي الزغاليل مع الأهالي تاكل وتشرب لحد ما تعتمد على نفسها نهائيا. يعني بشيلها من مع الأهالي لما ألاقيها بدأت إن خلاص اعتمدت اعتماد كل على نفسها، ببدأ إن أنا أنقلها في مكان لوحدها، وبتبقى كده خلاص ما شاء الله اعتمدت على نفسها. طول ما هي الأكل اللي بتأكلهم حتى مرة واحدة بسيبهم مع الأهالي. الزغاليل ديت الجزء فيهم عامل الجزء ده عامل 1500 إن شاء الله. يعني على ما أعتقد الناس كلها شايفة الحمام عندي في القناة. عندي لسه الزغاليل يدوب معتمدة على نفسها، وعندي الأهالي بيضة. يعني معنى كده الأهالي بيضة من 18 يوم احسبوها بقى تلاقي عندي الإنتاج عندي كويس جدا. الجزء اللي بعد كده الزغاليل الكينج المعتمدة على نفسها ب1500. أما الجوز ده جوز رومي، أصوله طيبة جدا. الأهالي يعني الذكر كان من الحمام الرومي، ورومي من المستويات العالية وكويسة جدا. أما النتاية كانت من الحمام اللي هو الكينج على لاحم، يعني اللي هو بيسموه الكيرنو. النتاية كانت كينج على لاحم، أما الذكر كان رومي، ورومي من الأصول اللي هي الأصول الكويسة. الجوز ده إن شاء الله يعني في خلال أقل من شهر أو شهر إن شاء الله يبدأ إن هو يبيض يكتر أوي. لو إن شاء الله قعد يبقى شهر ونص. كل الحكاية محتاج اهتمام من صاحب الحمام. لو حضرتك بتهتم بالأملاح المعدنية، لو بتهتم بالكلفة والحاجات كده إن شاء الله يبيض معاك على طول. الذكر اللي هو أبيض في بني ده، أما النتاية اللي هي البني إن شاء الله أخدوا بعضه بالفعل، بدأ إن هو يحصل بينهم تزاوج. جوز ما شاء الله من مستويات الحمام الرومي العالية. في طبعا كل حاجة بتكون مستويات، لكن ده من مستويات الروم العالية. الجوز ده عامل 450 جنيه. الجوز الرومي عامل 450 جنيه. أما الجوز الكينج اللي بعد كده ده كينج طبعا، يعني ما شاء الله مش محتاج ان انا اتكلم عنه. الجوز باين واضح عليه كل حاجة. الجوز ده عليه اخر ريشة. انا من قيمة بالظبط يعني حوالي اسبوع بس بيع برضو اخوه كان عليه مش فاكرة والله، كان 3 ريشات او حاجة زي كده، لكن ده عليه اخر ريشة. جوز ما شاء الله حجم وصحة، واهالي بتلحم العش في العش. وطبعا الحمام بيكون واخد طباع اهاليه في كل حاجة. انا الحمام اكل مع اهالي. انا عندي دايما الكينج على قد ما بقدر بخلي الاهالي تاكله كتير جدا. يعني انا عاوزه اقول لحضراتكم ان ده لحد ما وصل سن 40 يوم كنت بخلي اهالي تاكله، حتى لو ما عنديش كينج خلاص البعض وبدا يبقى في انشغال شويه مع الزغاليل الصغير او مع البيض بتاعه، بحطه مع اي نوع حمام تاني ياكله. عشان كده دايما بيكون عندي الحمام بيكون متميز، دايما بيكون ما شاء الله صحة، وفيما بعد بيكون انتاجه كويس. بس معلش لما يجي عندك وتقل الاهتمام برضو اهي كده يبقى في مشكلة. لكن الحمام بيطلع من عندي بجد ربنا يبارك لحضراتكم ويبارك ليا، اللي على قد ما بقدر أديه للأهالي تأكله فترات طويلة جدا. الجوز ده عامل 2300 جنيه. طبعا بعض الناس ما تستغربش على الأسعار، وزي ما قلت في جوز ممكن يبقى ب100، وجوز ممكن يبقى ب1000، وجوز ممكن يبقى ب200، على حسب مستوى الحمام بيكون الأسعار، وعلى حسب أصلا السلالات والحاجات دي.
ده جوز برضو من الحمام الكينج. الجوز ده اخو الجوز الاولاني، يعني الجوز الاولاني بينه وبين ده حوالي عن 15 يوم بس في العمر، التاني اصغر 15 يوم في العمر. كل ما الحمام بيكبر كل ما جسمه زي ما بيقول كده بينشف، بيبدأ ان هو جسمه ينشف فيقل شوية، يبدأ جسمه يملى تاني عند ما قرب يجي ان شاء الله يشتغل. دول برضو نقدر نقول ان هم زغاليل، يعني التانيين زغاليل ودول زغاليل، الفرق بينهم وبين بعض 15 يوم بالظبط. يعني الاهالي ما شاء الله كانت عمر الزغاليل تحتها كان 15 يوم، وبدأت ان هي تبيض تاني. ففي المراحل اللي زي دي للناس اللي بتسأل، والله ما بأكل ابدا يدوي، كل اللي انا بعمله ممكن انقل الزغاليل مع اي نوع حمام عندي يكون برضو تأكله كويس، وبخلي برضو اهالي تأكله عشان يبقى صحته كويسة. الجوز ده يعني زي ما حضراتكم شايفين صحة، وكمان أصول طيبة. الذكر سبحان الله لو طلع فعلا يعني نفس لون الذكر والنتاية، عندي النتاية بيضة وعندي الذكر برضو سيلفر في بني، وسبحان الله طالعين شكلهم. دول ب1600 جنيه. أما الزغاليل يعني لأنهم أكبر من الزغاليل شوية فزايدين 100 جنيه. الزغاليل الأولانية كانت ب1500، دول ب1600. ده جزء من الحمام اللاحم الفرنسي البيور. اللاحم الفرنسي البيور زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، اللاحم الفرنسي البيور الأصلي ما بيكونش كبير عن الرومي، الرومي بيكون أكبر منه في الحجم، بس طبعا بيختلف في طعم ومذاق والحاجات دي كلها. جزء الحمام اللاحم الفرنسي الشغال ب450 جنيه. طبعا الشغال بيكون عمره مثلا او بيض عندي مرة او اتنين بالكتير، فعشان برضو ما يبقاش حرام عليا، انا ما ببيعش حمام كبير في السن. لو كبير عندي في السن بسيبه عندي، بعمله مثلا حضان، بستغله في حاجة تانية، لكن بأمانة مش ببيعه ولا حاجات من دي. ببيع دايما الشغال يكون صغير في السن، والزغاليل بقول عليه زغاليل، والشبابات احيانا بيبقى عندي اصلا يعني حمام دخل في مرحلة الشبابات، ويعني بخلي من ناحيتي زي ما بيقولوا انا شوية وببيعه على اساس ان هو زغاليل، عشان بس ربنا يبارك لي وحاجات زي كده. جوز ده ان شاء الله جوز جوزين، عندي جوزين لاحم فرنسي، الاتنين شغالين ولسه صغيرين في السن. فإن شاء الله اللي حابب يتواصل معايا، وإن شاء الله ربنا يبارك للبايع وللمشتري. المجموعة كلها متميزة، فياريت الناس